وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. غزوات الرسول. فتح مكة. بعد صلح الحديبية انضمت قبيلة بكر لقريش، وانضمت قبيلة خزاعة لحلف المسلمين. وذات يوم تعرضت قبيلة خزاعة لعدوان من قبيلة بكر الموالية لقريش، وقتلوا منهم نحو 20 رجلا. فجاء عمرو بن سالم الخزاعي الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بعدوان قبيلة بكر عليهم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم، والله لأمنعنكم مما أمنع نفسي منه. ودعا الله قائلا: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش للخروج إلى مكة، وتحرك جيش المسلمين إلى مكة في منتصف رمضان من السنة 8 للهجرة، وبلغ عددهم نحو 10,000 مقاتل. ووصلوا مر الظهران قريبا من مكة، فنصبوا خيامهم وأشعلوا 10,000 شعلة نار، فأضاء الوادي. وهنالك تقابل العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان، فأخذه العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك يا أبا سفيان، أما آن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ ودخل أبو سفيان في الإسلام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ثم رجع أبو سفيان مسرعا إلى مكة، ونادى بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل داري فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فهرع الناس إلى دورهم وإلى المسجد، وأغلقوا الأبواب عليهم. ودخل جيش المسلمين مكة في صباح يوم الجمعة الموافق 20 من رمضان من السنة 8 للهجرة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وهو يقرأ قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وتوجه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، وطاف بالكعبة، وأمر بتحطيم الأصنام المصفوفة حولها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم طلقاء. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل